السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى مشاهدين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ام محبوبة، فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة شوربة الكوارع بطريقة حلوة قوي قوي قوي، ان شاء الله هتعجبكم. اهم حاجة بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل كل جديد. بصوا بقى الشوربة بتاعتنا الرايقة الجميلة، وحتة الكوارع الدايبة دوب. هوريكم ازاي نعملها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معايا مية سخنة بتغلي، ومعايا الكوارع زي ما انتم شايفينها كده فل زي الفل. غسلاها بملح وليمون ودقيق وشوية جنزبيل، ونقعتها شوية وغسلتها، طالعة معايا زي ما انتم شايفين كده بيضة وجميلة. تمام. أنا غليت مية وهسقطها فيها، هديها غلوة واحدة وهرمي المية ديت، ونشوف هنعمل معانا ايه بطريقة حلوة جدا 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 والله فعلا. طعم وريحة. تمام. هي غلت معايا غلوتين، الريم ده طبعا والحاجات ديت. هنرمي المية بتاعتنا دي، مش محتاجينها كده، خلاص خدنا الزفرة بتاعتها في المية دي نرميها. تمام. هنشيلها معاكم زي ما انتوا شايفينها كده. هي المية برضو يعتبر مش عكرة قوي، ليه؟ عشان انا منضفاها حلو وغسلها حلو. تمام. هنرمي المية بتاعتنا دي، وغسلت الحلة وحطيت مية تاني تغلي، وهيبقى معايا بقى طماطميتين كبار، بصلايه حلوه وجزرايه. هنحط فيها الكوارع بتاعتي بعد ما غسلتها تحت الحنفيه كمان، يعني بعد ما شلتها من الميه غسلتها. تمام كده. هنحطها بقى كده، وهنحط التوابل بتاعتنا ونسيبها تستوي على نار هاديه جدا جدا. على فكره ما خدتش معايا سوا، يعني انا غليتها من بالليل، وتاني يوم الصبح كملت عليها لقيتها استوت ودابت معانا خالص. هنحط بقى معانا البهارات ايه؟ قرفة خشب، ورق لورا، حبهان، قرنفل. زي ما انت بقى ايه التشكيلة ديت مخليها ريحتها تحفة تحفة تحفة. تمام. غلت هشيل الريمة بتاعتها اللي على الوش دي، مع انها مش مطلعة ريم، يعتبر ما طلعتش ريم خالص الا الحبة اللي انتوا شايفينهم دول. هنشيلهم وخلاص. هحط بقى بقية البهارات ايه معايا؟ فلفل اسمر، ومعايا معلقة سكر، ومعلقة بهار السبع بهارات بس. خلاص حطيت كبيبة صيني، قرنفل، حبهان، ورق لورا، عود قرفة صغير، وفلفل اسود، والسبع بهارات بس. تمام. زي ما انتوا شايفين كده استوت معايا، وبقت الشوربة زي ما انتوا شايفينها رايقة وجميلة. انا كنت عاملة قبل كده معاكم فيديو اللي فيه عاملة فتة وعاملة بتاع، هنزله لكم برضو في صندوق الوصف تشوفوه لو عايزين تعملوا معاها فتة، بس بالطريقة دي حلوة جدا جدا جدا.